بعد ما تجربي الجلاش الحلو بالطريقة دي هتعتمدي الوصفة وهتدعيلي. سجلي الوصفة دي عندك لرمضان. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا النهاردة نعمل صينية جلاش حلو بشهد الملكة الدمياطي. الحشوة رهيبة، طعمها جميل جدا. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها. كمان هقولك على طريقة التسوية الصحيحة للجلاش. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة، اول حاجة هنبدأ نجهز الشربات. فعندي هنا 1.5 كوباية من السكر. هبدأ انزل عليهم ب1.25 كوباية من المية، مية فترة من الحنفية. هنزل كمان عليهم بعصير نص ليمونة صغيرة. وببدأ كده ادوب السكر. طبعا السكر ما بيدوبش تماما. بعد كده ببدأ ارفعه على النار واسيبه لحد لما بيغلي معايا. اول ما بيغلي برجع تاني اقلب كده تقليبة حلوة عشان اتأكد ان السكر داب تماما. بعد الغليان بسيبه 3 دقايق بالظبط على النار، وبعد كده بطفي عليه النار واركنه على جنب. وابدأ اشتغل على طول في الجلاش. على بال ما اجهز صينية الجلاش واسويها هيكون الشربات برد معايا. عشان نعمل صينية الجلاش عندي هنا لفة جلاش نص كيلو. هبدأ اركنها على جنب. وعندي هنا صينية مقاس 34. وعندي هنا نص كوباية سمنة على 1/4 كوباية من الزيت. هبدأ انزل بمعلقتين كبار كده من السمنة والزيت في الصينية وابدأ ادهنها كويس قوي عشان تاخد نفس اللون الذهبي اللي شفتيه اول الفيديو. بعد كده بنبدأ نجيب اول ورقة من الجلاش وابدأ اسيب لها حروف كده من بره. وبعد كده ببدأ ادهن دهنة خفيفة جدا من خليط الزيت والسمنة. وبجيب الورقة التانية. اهم حاجة بتبدأي تغلفي او تقفلي حروف الصينية عشان الحشوة بتاعتك ما تطلعش من بره. وبرجع ادهن دهنة خفيفة برضو من خليط الزيت والسمنة بين كل ورقة والتانية. برجع ادهن بنفس الطريقة. طبعا بكمل بنفس الطريقة لحد لما بخلص نص لفة الجلاش. وبعد كده ببدأ اجهز الحشوة. شايفين بالطريقة دي. وادي نص لفة الجلاش اللي فاضل معايا. ببدأ اغطي عليه واركنها على جنب واركن الصينية. وعندي هنا عشان الحشوة بتاعتنا او شهد الملكة الدمياطي عندي 2 كوباية من اللبن، عليهم 2 معلقة كبار من جوز الهند، كيس من الفانيليا، معلقة كبيرة من السمنة. هننزل كمان ب2 معلقة كبار من السكر. ودول برفعهم الاول على نار عالية لحد لما يغلوا معايا. بعد ما بيغلوا بالطريقة دي ببدأ انزل عليهم بنص كوباية من دقيق البسبوسة السايب او دقيق السميد، بتجيبيه من عند اي عطار، على نار عالية مع التقليب المستمر. هتبدأ تتقل معاكي بالطريقة دي. اول ما تلاقيها تقلت ووصل قوامها للطريقة اللي انت شايفاها دي بتبدأي تنزلي بمعلقتين كبار من الفول السوداني، فول سوداني محمص ومجروش. وبعد كده بطفي النار وباخدهم على طول وهم سخنين. ببدأ انزل بيهم في الصينية. ببدأ اوزع الحشوة بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، توزيعة متساوية. وبعد كده بقى شايفين فايدة حروف الصينية اللي احنا سبناها من بره. ببدأ الم ورق الجلاش بقى لجوه بالطريقة دي واقفل على الحشوة بتاعتي. وبرجع اديلهم دهنة كده خفيفة لورقة الجلاش. وبعد كده بنبدأ بقى نكمل باقي اللفة بتاعتنا. باجي بأول ورقة وادهن من الزيت الزيت والسمنة دهنة خفيفة. وبجيب الورقة التانية عكس زي ما انتوا شايفين كده لحد لما اخلص باقي اللفة. زي ما قلت لكم بين كل ورقة والتانية دهنة خفيفة من خليط الزيت والسمنة. اخر ورقة ما بدهنهاش طبعا، بسيبها لحد لما بلم الحروف كده واجيبها في ارضية الصينية عشان نقفل الصينية كويس قوي. زي ما انتوا شايفين برفع وبنزل بالحروف بتاعة الجلاش في ارضية الصينية، بقفلها كويس قوي. وبعد كده ببدأ ادهن بقى اخر ورقة من الجلاش بخليط الزيت والسمنة. وبعد كده ببدأ اقطعها. وصفة النهاردة بجد رهيبة، لما تجربوها هتعتمدوها. فببدأ اقطعها كده التقطيع المعتاد عليها
بنقطعها طولي وبعد كده عرضي، بقطعها على شكل مربعات. حابة بقى تسيبيها على شكل مربعات عادي، حابة تقطعيها على شكل مثلثات، فهتيجي كل مربع كده هتقطعيه نصين هيديكي المثلث زي ما انتوا شايفين. فهنبدأ نقطعها بالطريقة دي مثلثات، وبعد كده برجع أكد عليها، أدهن بخليط الزيت والسمنة بعد ما قطعناها. ودلوقتي طبعا الفرن شغال على اعلى درجة حرارة، سخن جدا، اهم حاجة يكون سخن جدا عندك. فرن البوتاجاز العادي بتدخليها على الرف الوسطاني، تسيب النار على اعلى درجة حرارة من تحت لحد لما بتاخد اللون من تحت. وبتعرفيها ازاي من الحروف، بتبدأي تشغلي لها الشواية من فوق تاخد معاكي اللون. شايفين الجمال؟ حاجة رهيبة. بتطلع صينية الجلاش من الفرن، الجلاش معاكي سخن والشربات معاكي بارد، بتبدأي تسقيها على طول. شايفين الجمال؟ اهم حاجة تبدأي توزعي كده كمية الشربات اللي انت عملتيها، والشربات مظبوط تماما على لفة الجلاش والحشوة اللي احنا عملناها. شايفين الجمال؟ حاجة رهيبة يا جماعة. دلوقتي هسيبها تهدى شوية وبعد كده هبدأ اقدمها معاكم. طبعا وقت التقديم بنرجع نحدد تاني على التقطيعة اللي احنا قطعناها ونبدأ نطلعها. شايفين شكلها لوحده يشهي النفس على الاكل. اتمنى بجد تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. بعد ما حددناها كده بنبدأ نطلع منها. بصوا بقى اللون من تحت والتسوية، والله العظيم رهيبة، مفيش ورقة جلاش مش مستوية. شايفين الحشوة من جوه ممتازة يا جماعة. اتمنى بجد تجربوها بنفس الطريقة وبنفس الحشوة، هتعتمدوا الوصفة بجد وهتدعولي من كتر جمالها. خفيفة جدا، طعمها حلو قوي، تسويتها مظبوطة. شايفين؟ هتمنى بجد تعتمدوا الوصفة وتحفظوها عندكم لرمضان، لاني من كتر جمالها كل يوم هتعملوها. فاتمنى بجد تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة اقتصادية ومغذية. نزلت لكم وصفات كتير، صينية شهد الملكة الدمياطي، والبسبوسة بالزيت والمية، والبسبوسة بالسمنة، ونزلت لكم صينية الكنافة. فاستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.